أخطر وقت في العلاج الدوائي النفسي هو الأسبوع الثاني. في اليوم ده جالي تليفون من مريض هنسميه أحمد، كان صوته كله يأس. قال لي يا دكتور بقالي أسبوعين باخد الدواء ومفيش أي حاجة اتغيرت، أنا زي ما أنا، الدواء مش شغال. الخوف ده كان طبيعي جدا، لأن أحمد كان مستني مفعول البنادول إنه ياخد الحباية والألم يروح فورا. شرحت لأحمد حاجة اسمها نظرية الخزان الفاضي. قلت له تخيل إن خزان السعادة السيروتونين في مخك فاضي تماما. أول أسبوعين من الدواء دول مش ليك، دول للخزان. إحنا في الأسبوعين دول يا دوب بنملى الخزان للحد الأدنى. أنت مش هتبدأ تحس بالفرق غير لما الخزان ده يتملي. الأدوية دي مش مسكنات فورية، دي بتعيد التوازن للنظام الكيميائي من أول وجديد، والبناء بياخد وقت. وبعد ما الدواء يملى الخزان ده بيكون أحسن وقت عشان نبدأ نشتغل بالعلاج المعرفي السلوكي اللي هيعلمك إزاي تحافظ على الخزان ده مليان بنفسك. اوعى توقف الدواء في الأسبوع التاني، انت مش في الصفر، انت في مرحلة ملء الخزان. انت قربت جدا، وثق في الخطة. ابعت الفيديو ده لأي حد حاسس انه هيستسلم.